انتم اليوم بتعدوا نفسكم كحزب سوري قومي من اصدقاء وحلفاء حزب الله الاساسيين، ام صار في عندكم مثل ما بيقولوا بين قوسين تكويعه مثل بعض الاصدقاء او الحلفاء؟ نحن كحزب سوري قومي اجتماعي ثابتين على موقفنا المبدأ بموضوع المقاومة، وعلاقتنا بحزب الله هي علاقة عضوية، هي علاقة أساسية عمدت بالدم خلال حرب إسناد غزة ومن ثم الحرب التي تعرض لها لبنان. وبالتالي ما في عنا تكويع، عنا ثبات بالحزب السوري القومي الاجتماعي. واليوم إعادة انتخاب رئيس الحزب هو تأكيد على ثبات مواقف الحزب السياسي المتعلقة بالعمل المقاومي. شو رسالتك للحلفاء يلي كوعوا، حلفاء المقاومة فينا نقول بلبنان، مش ضروري أنا بس حلفاء حزب الله؟ الرسالة هي التالية: بلبنان لا يصح إلا الصحيح، يجب الحفاظ على ما يحميكم، ما يحميكم وما حماكم هو المقاومة، بالتالي يجب الحفاظ على المقاومة. شكرا شكرا استاذ لك. ربيع، والف مبروك.